السلام عليكم ومرحبا بكم اخواتي في الله. مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. جبت لكم البنات واحد الوصفه اللي هي خطيره وواحد الوصفه رائعه لتقويه الشعر وصباغه الشعر وكذلك القضاء على الشيب اللي تيكون مبرزنا وما تعجبناش الحال فاش تينوض لينا في الشعر ديالنا. وان شاء الله بهاد الوصفه هذه الا تبعتوها غادي تعطيكم واحد النتيجه اللي غادي ان شاء الله تعجبكم من طبيعه الحال الا تبعتوها. ويكفي انكم غادي تقضيو على الشيب وكذلك غادي تعطيكم واحد اللون اللي هو رائع بامتياز، زائد انها غادي تقوي لكم الشعر ديالكم وغادي تقضي لكم على التساقط وكذلك غادي تحيي لكم البصيله تاع الشعر. وقبل ما ندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير غادي نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في التعاليق باش يكون لي ولكم الاجر باذن الله. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه عندنا القشور تاع الرمان كما تشوفوا معايا البنات، عندي طاوه تاع القشور تاع الرمان. هذا هو الوقت تاع الرمان. حاولوا البنات تجمعوا القشور ديالو تيبسوهم وديروهم شي بلاستيكه وتحتفظوا بهم. وفين ما كانت عندكم شي وصفه هكا تاخذوا يعني غادي يكونوا عندكم القشور تاع الرمان موجودين. انا البنات راه تنشدهم وكنيبسهم فين ما بغيتهم كنلقاهم. غناخذ واحد الكاسرول كما تشوفوا معايا وغادي ندير تقريبا واحد 2 معالق كبار تاع القشور تاع الرمان. المهم البنات عينكم ميزانكم. غادي ناخذهم وغادي نضيف عليهم معلقه كبيره تاع القهوه بن العربيه. حاولوا البنات ما ديروش ديك القهوه اللي تيكونوا فيها العطور، يعني تكون قهوه بن عربيه طبيعيه. وغادي نضيف عليها معلقه تاع الكاكاو المر اللي كنديروا في الحلويات. وغادي نضيف عليهم الدباغ، العويدات تاع الدباغ راه زوينين بزاف للشعر. البنات اللي الشعر ديالهم كيتساقط، البنات اللي عندهم البصيله تاع الشعر ديالهم يعني مريضه وكيبقاو الشعر ديالهم كيتساقط بزاف، يديروا الدباغ راه زوين ليهم للشعر، كيقصح ديك الجلده وما كيخليش الشعر يطيح. غادي نضيف عليهم تقريبا 2 كيسان تاع الماء وغادي نخلطوا المكونات. تنتمنى يا البنات تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله تخرجوا بواحد النتيجه اللي هي زوينه. كما شفتوا معايا خواتاتي انا خلطت المكونات وغادي نوضعهم فوق النار ونخليهم يطبخوا ليا مزيان باش يطلقوا الفوائد ديالهم. المهم انا درت 2 تاع الكيسان غادي نخليهم يطبخوا حتى يصبحوا عندي غير كاس واحد. وضروري البنات ما تغطوهم باش دوك الزيوت الطياره ما كيطيروش. المهم غادي نخليهم تقريبا واحد ربع ساعه بين ما تنقص لينا الماء ودوك المكونات كاملين تيطلقوا لنا الفوائد ديالهم في داك المحلول. انا البنات بعد ما طبختهم شوفوا تبارك الله ما شاء الله اللون ديالهم كيفاش تيصبح. شوفوا القوامه البنات. انا بقى عندي غير هاد الكاس تاع داك المحلول خليتهم يطبخوا مزيان. ودابا هاد المحلول ما حدو باقي سخون غادي نضيف عليه معلقه صغيره يعني بومبي تاع القهوه سريعه الذوبان. وغادي نحرك ديك القهوه وغنخليها حتى كتذوب ليا تماما في داك المحلول. وضروري يكون باقي سخون، ما تخليوش حتى كيبرد هي اللي تخلطوا المكونات الاخرين. لا يا البنات غير الا وصلتوا حتى لهنا خواتاتي ما تنساوش ديروا لي واحد اللايك. الله يعطيكم الستر والله يعطيكم ما تمنيتوا والله يغلبكم على من عاداكم. وغادي ناخذ واحد السلافه او لا شيء، المهم البواطه فاش كديروا الحنه. وغادي ندير معلقه ونص تاع الحنه، معلقه كبيره ونص تاع الحنه. المهم كل وحده على حسابيه الشعر ديالها. كاينه اللي الشعر ديالها طويل بزاف وكاينه البنت اللي عندها الشعر ديالها قصير. انا درت معلقه كبيره ونص. والبنات اللي غادي يقولوا لي الحنه ما كتواتاش لهم مع الشعر ديالهم يعني كتنشف لهم الشعر، لا البنات غنعطيكم مكونات اخرين اللي غادي يخليو لكم الشعر ديالكم رطب مسبسب. صدقوني يا البنات الحنه راه دايره بحال الغبار. الحنه راه زوينه للشعر. غادي نضيف عليهم معلقه كبيره تاع اوراق السدر. اوراق السدر البنات كترطب الشعر وكذلك تتقوي لنا الشعر وما كتخليهش يتساقط، يعني شي حاجه اللي هي غزاله وشي حاجه اللي هي طبيعيه. وغادي نضيف عليهم معلقه تاع العرعر اللي ما تيخلي عار. البنات اللي الشعر ديالهم كيطيح، البنات اللي غادا تمشط شعرها وتتحطو كامل في المشطه، البنات اللي الشعر ديالهم ما كيطوالش يديروا معايا هاد الوصفه ويتفكروني. راه وصفه رائعه وصفه طبيعيه ان شاء الله فاش غتجربوها وغتداوموا عليها ان شاء الله غتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. كيف ما تشوفوا معايا خواتاتي راه المكونات كلهم زوينين. غير هي حاولوا البنات تبعدوا على الصباغات الكيماويه. راه الصباغه الكيماويه هي اللي كتخرج على الشعر كطيح الشعر وكذلك كتقوي الشيب. تيكون عندك غير شيبه وحده
ومن بعد فاش ديري اختي الصباغه الكيماويه شعرك كامل كيتطلع. فعلا الصباغه الكيماويه تعطيك واحد اللون اللي هو غزال، يعني ديك الساعه كديريها ديك الساعه كتفرحي بالنتيجه ديالها، ولكن هي راه كتقتل لك البصيله تاع الشعر ديالك، يعني كتقتل لك البصيله، ما كتخليش الشعر ديالك نهائيا يتزاد، يعني تيولي الشعر ديالك كامل تتحطيه تيولي تساقط تيتقصف تيتقرض تيولي حالته حاله. فلهذا اختي تنصحك بالصباغه الطبيعيه، راه حتى انا بحالك، حتى انا راه تيعجبوني الصباغات الكيماويه وتا انا كنت نديرهم، ولكن راه خرجوا لي على الشعر ديالي، ودابا رجعت غير هذا الشيء الطبيعي الحمد لله والشكر لله، رجعت لي الحياه في الشعر ديالي. حتى انت اختي ديري بحالي. المهم اخواتاتي غادي نخلطوا الحنه واوراق السدر والعرعار بهذاك المحلول اللي طبخنا، غادي نبقى نخلط بشويه بشويه، انا كنضيف في المحلول وانا كنخلط، عينكم ميزانكم. المهم راه كلكم عارفين كيفاش تكون الحنه تاع الشعر، ضروري ما تكون جاريه شويه ما تكونش خاطره. غادي نبقى نخلط بشويه بشويه حتى كتخلط، وغادي نضيف اخواتاتي صفر بيضه بلديه. المهم الا كان عندكم البيض البلدي ما فيها باس ديروا صفر تاع البيض البلدي، ما كانش عندكم اخواتاتي ديروا غير البيض العادي. والبيض راه مليء بالبروتين، راه كيغذي لنا الشعر وكذلك تيخليه رطب مسبسب. هادشي علاش قلت لكم البنات ما تخافوش من الحنه، راه ما غاديش تنشف لكم الشعر ديالكم نهائيا. غير تبعوا معايا المكونات وان شاء الله راه غادي تعجبكم الوصفه، وإلا درتوها راه غادي يولي لكم الشعر ديالكم حرير، وكذلك غتقوي لكم الشعر ديالكم وغادي تعالج لكم ان شاء الله البصيله تاع الشعر. المهم البنات الدباغ راه شي حاجه اللي هي رائعه للشعر، سولوا البنات الامهات ديالكم على الدباغ وهما يقولوا لكم راه كانوا كيديروه للشعر ديالهم، وكان الشعر ديالهم تبارك الله ما شاء الله كان طويل وقوي. المهم البنات انا راه كنخلط وانا كنضيف في المحلول. المهم كما قلت لكم عينكم ميزانكم، خاص الحنه ما تجيكم قاصحه ما تكون جاريه، وراكم كلكم عارفين البنات القوام تاع الحنه اللي تدار للشعر كيفاش تكون، وهذا هو القوام اللي غادي نحصلوا عليها البنات. هاد الوصفه البنات انا تنصورها لكم في الليل، انا درتها بالليل وان شاء الله غادي نكملها معكم ان شاء الله في الصباح. غادي نحيد هاد المعلقه هذه كما تشوفوا معايا، وغادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي وغادي نخمرها، غادي نخمرها حتى لغد ليه في الصباح ان شاء الله عاد غادي نكمل معكم الوصفه. راه الوصفه باقا ما كملتها البنات، راه قد ما خمرناها قد ما تعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه للشعر، يعني تعطينا واحد اللون اللي هو زوين، وكذلك دوك المكونات تطلقوا في بعضياتهم. واصبح الملك لله. اليوم في الصباح ان شاء الله غادي نحيدوا داك البلاستيك الغذائي للوصفه ديالنا. كما قلت لكم البنات انا راه خمرتها ليله كامله، وعاد البنات غادي نكمل معكم المكونات. غادي نضيف ليها معلقه تاع زيت الزيتون. زيت الزيتون البنات تيخلي الشعر رطب مسبسب، هذا الشيء علاش قلت لكم اخواتاتي ما تخافوش من الحنه، راه الحنه ما غتنشف لكم لا شعركم لا حتى شي حاجه، بالعكس هاد الوصفه غتخلي لكم الشعر ديالكم رطب حرير مسبسب. عندنا اوراق السدر تيرطبوا الشعر، وكذلك الصفر تاع البيض حتى هو تيرطب لنا الشعر، وكذلك زيت الزيتون تيرطب لنا الشعر. وغادي نضيف معلقه تاع خل التفاح، خل التفاح غير باش تيثبت لنا اللون على الشعر ديالنا، وكذلك تيحيد حتى القشره. البنات اللي عندهم القشره في الشعر ديالهم ما كتبقاش مع خل التفاح. وغادي نخلطوا المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا لينا. عرفتوا البنات هاد الوصفه الا بقيتوا تديروها كل اسبوع ان شاء الله راه غتعطيكم الشعر ديالكم واحد النتيجه اللي هي زوينه، غادي تقضي لكم على الشيب ان شاء الله، غادي تلون لكم داك الشيب ما غاديش يبقى يبان، وكذلك غتعطيكم واحد اللوين اللي هو زوين زوين للشعر ديالكم، وغادي تقوي لكم الشعر، وغادي تقضي لكم على التساقط، ما غاديش يبقى الشعير ديالك اختي كيتساقط. راه الحنه زوينه للشعر كترطبو وكديريها بحال شكل الغبار، يعني تتغبر لك الشعر. شوفوا الارض البنات فاش كنغبروها راه كتعطينا الغله. ودابا غنعطيكم ان شاء الله طريقه الاستعمال تاع هذه الوصفه هذه. المهم اختي غتشدي الشعير ديالك وغتمشطيه مزيان مزيان باش يسخن وتتحرك الدوره الدمويه في الشعير ديالك، وغادي تطلي اختي هذه الوصفه هذه من الجذور حتى الاطراف، وغادي ديري ليا واحد الزويف على شعرك. الا قدرتي اختي تباتي بها فما فيها باس، بالعكس راه غداوي الشعر ديالك. الا ما قدرتيش اختي ديريها غير من الصباح حتى العشيه، وسيري للحمام وغسليها وردي ليا الخبار، وشوفي اللوين اللي غادي يخرج لك في الشعير ديالك، غادي يخرج واحد اللون اللي هو غزال
وكذلك الا قدرتي اختي تداومي عليها كل اسبوع راه غادي تقدري على التساقط تاع الشعر ديالك وغادي تحيي البصيله، غادي يولي الشعير ديالك زوين بزاف بزاف.